سؤال اخير، انا مش عارف هنضرب ولا مش هنضرب يعني. انا كنت بشتغل في بنك 10 سنين. طب ومال؟ وحذروني قبل ما اجي ليه؟ لحضرتك، قالوا لي دكتور فضيله الامام الاكبر اساله في اي حاجه هتلاقيه كده ايه، هيرد عليك، ولكن حذاري انك تخوض او تعوز تعرف رايه في مساله الودائع. اللي قال لك كده، اللي قال لك هذا الكلام انا لا اوافق ابدا. انا زي ما بقول لك بابي مفتوح. هو اني انا قلت انت لما عرضت علي الاسئله قبل شويه قلت لك والله مثلا قلت لي الاستنساخ، قلت لك الاستنساخ ده انت تشرح لي ايه هو الاستنساخ، لان انا مش شغلتي، انا مش بتاع كله. ايوه انا بس علمك غزير يعني. لا معلش انا افتي في الامور الشرعيه. نعم. لكن الاستنساخ قل لي ايه هو الاستنساخ. ايوه انا اجاوبك بقى. ايوه هتقول لي الاستنساخ هو كذا كذا كذا، اقول لك الجواب كذا كذا. طب هو لكن انا علشان تسالني ما حكم الاستنساخ، ايش عرفني انا؟ وانا طبيب بيطري؟ هو انا طبيب جراح؟ هو انا طبيب باطن؟ دي تسال المتخصصين، او المتخصصين يجوا يقولوا لي الاستنساخ ان احنا بنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا، انا اقول لهم اللي بتعملوه حلال او حرام او حرام. طب انا ما اقدرش احكم. لكن أيوة. مساله البنوك، طب ما انا وقفت قلت ايوه، قلت بان شهادات الاستثمار حلال حلال حلال. قالوا لي ده في تحديد، ده بيحددوا الارباح. قلت البنوك اللي بتحدد الارباح ده فرض، ده فرض التحديد ده فرض، والا لضاعت اموال الناس. وبعدين كونها بتحدد، طب ما هو بتعرفني حق معرفه تمنع الجهاله. قالوا الله بس يمكن البنوك تخسر. قلت لهم بس دي اللي هي ده حضرتك بترد على كل الاستفسارات. أيوة يعني بس يعني ان عندكمش حاجه ثانيه؟ قالوا لا ما يمكن تخسر. قلت لهم طيب ما بتخسر في صفقه، بتربح في ايه؟ صفقات. في صفقات. يبقى الصفقه اللي خسرت فيه تجيبها من الصفقات اللي ايه؟ اللي كسبت منها، ربحت فيها. وبعدين هو كون اني انا نتعامل معاك، انا هندي لك فلوسي ونقول لك خد، اسم سيادتك ايه؟ احمد عبدون. يا استاذ احمد اللي بتشتغل في، مش بتقول له انت بتشتغل في بنوك؟ كنت بشتغل في بنوك مثلا. أيوة. اصبح عندك خبره ماليه. أيوة. انا كشيخ ازهر ما اعرفش، مش شغلتي. مش شغلتي استثمار الاموال، لان انا مش فاضي وما عنديش خبره. أيوة. والتجاره الان خبره. أيوة. قلت لك اتفضل يا استاذ احمد، خد ال1000 جنيه دول هم او ال100,000 دول، أيوة. استثمرهم لي لانك انت رجل متخصص. قلت له اهلا وسهلا. قلت لك بس انا اللي بقول لك، بس بتديني كام؟ انت قلت لي هنديك كل شهر، ما انت قعدت تحسب بقى وشغلتك. ايوه هنديك 1% او 5%. انا قلت لك لا يا اخي ما تزودهم شويه، ما انت مش عارف ايه. قلت هخليهم 4 رضيت انا بهذا. كل شهر بتديني 4 وهتديني كذا. عاجبني انا، وبنقول لك انا او انت بتقول لي، بس المساله دي لمده شهر او مده سنه. بعد كده والله انا ممكن ان انا ايه او انا نقول لك بس المبلغ ده اللي انت حددته لي انا قابله لمده شهر واحد، بعد كده اديني فلوسي. أيوة. اتفقنا، حلال ولا شيء في ذلك. والبنوك التي تحدد الارباح في زماننا فرض والا لضاعت اموال الناس، لضاع اموال الناس. الله افرض. وبعدين ده التحديد ده من المصالح المرسله، ما فيش في القرآن آية تمنع التحديد، ما فيش في السنة حديث يمنع التحديد أبدا. والمعاملات 20 معاملة، 20 أكتر. فالتحديد ده من المصالح المرسلة. يعني إيه من المصالح المرسلة؟ يعني جدت أحداث جعلت ولي الأمر يجي يسأل الشيخ اللي زي الله ده دلوقتي أصبح فيه بنوك، وأصبح فيه إن عدم التحديد بيؤدي إلى المنازعات، وده يقول ده
لكن هذا التحديد يعرف كل واحد حقه حقه وواجبه. وهكذا. يبقى في هذا فجيت انا نقول له ده ما دام هذا بيمنع التنازع وبيعرف كل واحد حقه فهو حلال ولا شيء فيه. وما دام هذا التحديد تم بالتراضي، تم نقطة مهمة. بالتراضي بين الطرفين فهو ايه؟ حلال ولا شيء في ذلك. والدليل على ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية الكريمة، إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ تراض منكم. يعني أنت بتقول لي كنت بتعمل في بنك، يبقى أنا بقول لك خد استثمر لي، أنت خد استثمر لي هذا المال. أنت راضي بشروطي أنا عليك وأنا راضي بشروطك إيه؟ علي. بعد ذلك اللي بيؤدي إلى اللبس إن الناس مش فاهمة معاني الألفاظ. معاني الألفاظ. هو بيجي يقول لك بأنه أنا كشيخ أزهر أو أنت لما بتدي فلوسك للبنك بتقرض البنك. أنا بنقول ما فيش، القرض شيء والوديعة شيء والدين شيء آخر والاستثمار شيء رابع. طب ناخد حاجة ناخد حاجة. القرض، القرآن الكريم لم يعبر عن لفظ القرض إلا بالقرض الحسن 6 مرات. أيوة. أنا مرات بقول لك 6 مرات ليه؟ لأن هنعدهم لك. أيوة معدودين برضو يعني. سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. في سورة الحديد مرتين إن تقرضوا الله قرضا حسنا إن المصدقين والمصدقات. في آخر سورة المزمل ويقرض الله قرضا حسنا برضه في سورة يعني 6 مرات معروفين. معناه الصدقة. القرض بقى في عرف الفقهاء جميعا معناه اني انت ما تاخذنيش في التعبير، انت متزوج واولادك في المدارس وعاوزين مصاريف للمدارس وانت ما معكش المصاريف دي ودخل مدارس، جيت لي قلت لي ايه؟ ما معكش 100 جنيه تديهم لي، هندفع الرسوم بتاعت الايه؟ المدارس، ولما ربنا ييسر هندي لك ايه؟ المبلغ. قلت لك اتفضل ادي ال 100 جنيه اهم، ولما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الامور هاتهم لي. جيت انت بعد شهر جبت لي ايه؟ ال 100 جنيه. انا اخذت المبلغ بتاعي دون زياده او نقصان. لا اخذت منك مليم زياده ولا انت اديتني مليم زياده. ده القرض. فالقرض معناه أن تعطي غيرك مبلغا من المال ليفرج كرباته وبعدين يرد لك هذا إيه؟ المبلغ بدون زيادة. هذا القرض معناها عند جميع الفقهاء. عند جميع الفقهاء ده القرض. فلما يجي واحد بقى ويقول لك البنوك بتقرض، البنوك لو لقيتني انا ولقيتك انت فلوس لاكلتها. البنوك ما بتقرضش. البنوك دي بتعطي لاصحاب الاموال الكبار اللي اغنى منها فلوس علشان يفتحوا مصانع ويعملوا مزارع وكذا وكذا وكذا. وصاحب اللي هو مثلا على سبيل المثال رجل الأعمال اللي فاتح مصانع بيروح للبنك بيقول أنا أريد أننا نعمل مصنع جديد صفته كذا وصفته كذا وفي عدد العمال كذا وعدد وأكتر من كده. أنت كنت بتقول لي بتعمل كنت في البنوك، مش في حاجة اسمها دراسة جدوى؟ في دراسة جدوى. بيجي اللي هو رجل الأعمال بيقول والربح المتوقع
مش كده؟ لازم المكسب من وراء هذا العمل مش همول مشروع فاشل. بالضبط. والربح المتوقع 10. يجي البنك يراجع تماسيح مع تماسيح، يقول له انت بتقول لي 10 دول يمكن 12، مش كده؟ ايوه. تماسيح مع بعض اتفقوا على 10، البنك بيديله ايه؟ مش انت قلت لي الربح المتوقع 10؟ طيب انا 5 نظير فلوسي وانت 5 نظير ايه؟ تعبك. يعني والبنك لما ادى رجل الاعمال ده 1,000,000 جنيه او 10 مليون، ما هو البنك جمعهم من 1000 شخص، من شيخ الازهر ومن المهندس ومن الطبيب ومن الارمله اللي مات زوجها ومعاها قرشين، هتقول نعمل ايه؟ حطهم في البنك علشان يجيبوا لي ايه؟ مبلغ من المال. هو البنك لما ادى من بيت ابوه، ما هو الموظف اللي بيدم من اللي جمعه من مين؟ الموضوعين. من الارمله ومن وهكذا. يبقى ادي البنك اللي بيديه ده ما يسماش قرض، ده يسمى استثمار. القرض كما قلت لك يا اما بتعطي الشحاتين صدقه، يا اما بتعطي للمحتاج ويرد لك المبلغ بدون زياده او نقصان. ايوه. الوديعه بقى لو جيت انت قلت لي الوديعه دي امانه، فافرض ان انا رحت البنك ومعايا 1000 جنيه، خذ هذا المبلغ امانه او وديعه، وقت ما ناخدها وقت ما نعوزها هناخدها. يبقى في هذه الحالة البنك من حقه ان يقول لي ايه اللي انت بتضعه ده، ما دام انت حاططه لي على اني لا اتصرف فيه، ده امانة عندي، انت اديني اجرة حفظ لهذا المال، انا ادفع له. ادي معنى وديعة. الدين ده ما ثبت في الذمة. طب انا هستأذنك بس اقول يعني الوديعة على حد علمي اللي هو مثلا واحد حط 1000 جنيه في البنك فايدة 8% لمدة شهر، ما يسماش وديعة، دي ما اسمهاش وديعة، ده يسمى استثمار. دي اسمها استثمار. انما الوديعة هيك قصدك على الحساب الجاري. انا ما اعرفش الاجهان الحساب الجاري زي ما انا بنقول. أيوة. اني انا ذهبت الى البنك، خد ال 10,000 جنيه دي خليهم عندك بدون فايدة، زي السيدة ما يكون عندها شوية حلي تحطهم في خزنة في البنك، تحطهم في الخزنة، بتدفع ولا ما بتدفع 275 جنيه في السنة. كده. انا بنقول له برضه احفظ لي هذا، لان يمكن نعوزهم بكرة، يمكن نعوزهم بعد شهر، احفظهم الوقت. انا بدل ما احطهم في بيتي يمكن ينسرقوا. نعم. فنحطهم، دي وديعة. يبقى في هذه الحالة أنا أدفع للبنك أجرة إيه؟ حفظه لهذه الأمانة، لأن جايب حارس يحرس. أيوة. ومن حق البنك أن يقول لي هذا الكلام واللي بفلوسك، وأنت جاي علشان خاطر تحفظهم عندي، طب ما أنا هذا الحفظ هيكلفني حارس وهيكلفني كذا. يبقى أنا الدين ده شرعا ما ثبت في الذمة. أنا تأجرت عندك مسكن لي 6 أشهر ما دفعتش، ده دين. الاستثمار ده بابه واسع. من هذا إن أنا كشيخ أزهر لا أعرف أتاجر ولا عندي وقت للتجارة ولا أحيانا بعض المناصب تحرم على صاحبها أن يكون تاجرا أو أن يعمل بالتجارة. صح. معروفة. أيوة. مش عاوز. ايوه، عدم وجود شبهه. ايوه، استغلال المنصب والنفوذ. لا، باعتباره انه هذا المنصب يحرم على صاحبه انه هو يبقى شريك لواحد ويبقى تاجر وهكذا. يبقى في هذه الحال انا رحت للبنك الاهلي لبنك مصر، خذ هذا المال استثمره لي لاننا دي مش شغلتي. أيوة. وما تعطيه لي من ارباح فانا راضي بيه. قال لي لو خليت مبلغك 3 شهور يبقى هنديك كذا، 6 شهور هنديك كذا. عجبني ما عجبني. يقول له لا، انا هدور على غيرك اللي بيديني اكتر. انا هنشترط عليه مثلا، هنقول له خد المبلغ بس بشرط تديني 10. قال له 10؟ روح شوف غيري. نروح نشوف غيره مثلا. يعني في تراضي وفي هذا امر فرض في هذه الايام.